أكتر سؤال بيجي في دماغك وقت ما بتتعب هو أنا ليه كده؟ ليه كل حاجة بتوجعني وكل حاجة بتكسرني بسهولة؟ وساعتها بتبدأ تشك في نفسك أو تفتكر إنك من أضعف الناس أو إنك حساس زيادة عن اللزوم. بس الحقيقة هي إنك طبيعي جدا، بس اللي ناقصك مش قوة جسدية، اللي ناقصك حاجة اسمها الصلابة النفسية. والصلابة النفسية على فكرة مش معناها إنك ما بتتأثرش، دي معناها إنك بتتأثر بس بتكمل، بتتوجع بس ما بتنهارش، بتخاف بس ما بتهربش. الصلابة دي على فكرة مش حاجة بنتولد بيها، دي حاجة بتتبني خطوة بخطوة. في كل مرة عديت بأزمة، وكل مرة الناس خيبت فيها ظنك، وكل مرة وقعت وقمت بتكون أقوى من الأول من غير ما تحس. بس علشان تكون صلب بجد لازم تتعلم توازن مشاعرك وتفهم نفسك. علشان كده في الفيديو ده هقول لك ازاي تبني صلابتك النفسية وتعيش بتوازن من غير ما تفقد إنسانيتك ومن غير ما تتكسر، وهكلمك بخطوات سهلة وبسيطة من كتب ودراسات، مش كلام مرسل ولا تحفيز مؤقت. الصلابة النفسية ببساطة هي إنك تعرف تتحكم في أعصابك وتوازن مشاعرك وتختار رد فعلك حتى في عز الأزمة. الدكتورة سوزان كوباسا اللي اشتغلت سنين على الجنود في الحرب وضغوط الحياة قالت إيه؟ قالت إن الصلابة النفسية بتتكون من 3 حاجات. واحد، التحكم، يعني ما تعيش دور الضحية، واعرف إنك تقدر تدير اللي بيحصل حواليك حتى لو مش كله في إيدك. اتنين، الالتزام، يعني ما تهربش من حياتك ولا مسؤولياتك، وكمل حتى لو انت تعبان. 3، التحدي، يعني بدل ما تشوف المشاكل كأنها حاجة بتكسرك شوفها كأنها فرصة ودرس بيعلمك. مثال بسيط هلخص لك فيه اللي اتقال. تخيل واحد كده اتفاجئ إن شغله استغنى عنه فجأة، بدل ما يقعد يندب حظه قال لنفسه أنا مش هفضل أعيط، اللي حصل حصل، أنا لسه قادر أتحرك. فقرر يسيطر على رد فعله، وده اسمه تحكم. وبعدها ما فضلش قاعد في البيت مكتئب، لا ده كمل حياته وقدم على شغل تاني والتزم بمسؤولياته. وبدل ما يشوف اللي حصل له ده على إنه كارثة، شافه إنه تحدي وفرصة إنه يطور نفسه أو حتى يغير مجاله. وده اللي بسميه ببساطة الصلابة النفسية. طب والتوازن النفسي؟ التوازن النفسي هو اللي بيخليك ما تبالغش في فرحك ولا تغرق في حزنك. هو صوت كده جواك بيقولك اهدى، كل حاجة هتعدي. أفتكر مقولة للكاتب مارك مانسون في كتاب فن اللامبالاة، قال إيه؟ قال إن الناس الأقوى مش هم اللي ما بيقعوش، بالعكس، دول بيقعوا بس بيعرفوا يوازنوا مشاعرهم ويقوموا تاني. طب إحنا ليه أصلا بنحتاج الصلابة النفسية والتوازن النفسي في الفترة دي تحديدا؟ علشان حاجات كتير أهمها إن العلاقات كتير بقت بتكسرنا، الشغل بقى بيستنزفنا، الناس بقت كلها بتكلمنا عشان خاطر مصلحتهم بس، الحياة نفسها بقت سريعة ومتغيرة وبقت كلها ضغوط. علشان كده محتاج تبني صلابتك النفسية، وهقول لك على شوية خطوات تقدر تبني بيها صلابتك النفسية وتوازن مشاعرك. واحد، اعرف نفسك كويس. قبل ما تواجه الدنيا لازم تواجه نفسك، واكتب مشاعرك واعترف بيها من غير خوف. زي ما قالت برنيه براون في كتابها ديرينج جريتلي إن الضعف مش جبن، ده الشجاعة بعينها. اتنين، اتقبل كل اللي بيحصل بس ما تبقاش أسيره. مش كل حاجة نقدر نغيرها بس نقدر نغير رد فعلنا عليها. اسأل نفسك كده، هو اللي بيحصل حواليا وبيحصل لي ده بيعرفني حاجة ولا بيكسرني؟ 3، مارس التأمل أو الصلاة أو حتى العزلة، بس خليها العزلة الواعية. مش لازم تبقى صوفي، بس خليك واعي بإنك محتاج لحظة هدوء كل يوم. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيختلي نفسه في غار حراء قبل البعثة، ودي لحظة اسمها لحظة مراجعة وتوازن. 4، كون نظام اسمه نظام الدعم النفسي حواليك. دور على الناس اللي شبهك اللي وجودهم بيطمنك مش بيستهلكك. واسأل نفسك بعد كل مكالمة مع أي شخص أنت بتحس بإيه؟ لو الإجابة ضغط أو شك خد خطوة لورا وقول له مع السلامة. 5، مارس التمرين العقلي اللي اسمه لو حصل. اسأل نفسك كده، لو حصل الأسوأ جهز نفسك ليه، ساعتها خوفك هيقل وهيتقتل. افتكر كده مقولة في كتاب ذا اوبستكل ان ذا واي، قالت ايه؟ الكاتب قال ايه ساعتها؟ قال ان العائق مش نهاية الطريق، ده بداية التحول. فيا صديقي، مفيش حد فينا سليم 100%،
بس في ناس اختارت تبني نفسها وسط الحطام ده وتقول أنا هنا وهكمل. الصلابة النفسية مش بتخليك ما بتتألمش، لكنها بتخليك تتألم من غير ما تنهزم. واوزن بين قلبك وعقلك واسند نفسك بنفسك، وخليك دايما جواك يقين إنك أقوى من اللي عدى وقادر على اللي جاي. سلام.